يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف وزملائي شيرين وشيزر على الكنترول والبث المباشر. ضيفي بالاستديو الدكتور آلان محمد باقي خلف، دراسات عليا بطب الأورام والمعالجة الكيميائية. اسمحوا لي رحب بضيفي ولحتى نبدأ بحلقتنا. يسعد مساك دكتور آلان. ومساكم، شكرا كثير لكم أستاذ عماد. أهلا وسهلا فيك دكتور. مستمعينا، أي حدا حابب ينضم لنا أو تتصلوا معنا، رح نحكي اليوم طبعا مثل ما شرحنا أنه الدكتور آلان هو خريج جامعة دمشق، حائز على شهادة دراسات عليا بطب الأورام والمعالجة الكيميائية. رح نحكي اليوم عن سرطان البروستات أو غدة البروستات. يا ترى شو هي، شو وظيفتها، كيف بيتم المعالجة، والعديد من الأسئلة رح نطرحها على ضيفنا الدكتور آلان. لحتى تنضموا لأن فيكم تتصلوا معنا على الرقم الأرضي 429 101 عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم، أيضا عبر الواتساب برسالة 093 82 80 81 4. مستمعينا، مثل ما ذكرنا انه موضوعنا هو راح يكون عن غدة البروستات. يا ترى سؤالنا للدكتور آلان، دكتور، شو هي غدة البروستات وما هي وظيفتها؟ اولا، غدة البروستات هي غدة موجودة عند الذكور فقط. وظيفتها الأساسية أو وظيفتها الوحيدة هي إفراز السوائل اللي بتدعم النطاف الحيوانات المنوية لحتى تقدر تتغذى وتوصل على البويضة. هاي الغدة موجودة مثل ما حكينا عند الذكور فقط، موجودة بالضبط تحت المثانة ومحيطة بالإحليل. الإحليل هو القناة البولية التناسلية عند الرجل. هاي الغدة مثل ما حكينا بتكون موجودة تحت المثانة وأمام المستقيم عند الرجل. تمام دكتور. مثل ما ذكرنا، اللي حابب ينضم لنا ضيفنا الدكتور آلان محمد باقي خلف، اخصائي بطب الاورام والمعالجه الكيميائيه. ذكرنا الارقام والارقام موجوده عبر الشاشه، فيكم تنضموا لنا. دكتور، الفرق بين غده البروستات الطبيعيه والمصابه بخبث؟ هلا الفرق بيناتهم بيكون على مستوى الخلايا. يعني الخطأ اللي بيصير بخلية معينة لحتى هاي الخلية تتحول لخلية ورمية أو خلية سرطانية، الخطأ بيتم على مستوى الجينات الموجودة ضمن الخلية. الجينات هي أو الجينات الموجودة بالمادة الوراثية الموجودة ضمن نواة كل خلية، إذا صار في عليها طفرة أو خلينا نقول طرأ عليها خطأ ما، بعد مجموعة من الأخطاء ممكن هاي الخلية يتغير سلوكها، يعني تتحول لخلية خالدة بنسميها. هاي الخلية عندها قدرة على الانقسام المتكرر وما بتخضع للضبط تبع الخلايا الطبيعية. هلا الخلايا الطبيعية هي خلايا إلى عمر معين، بعد هالعمر بيصير لكل خلية شيء اسمه موت خلوي مبرمج، يعني في كنترول ضمن كل خلية بيخبر الخلية إمتى لازم تموت. هي بالخلايا الطبيعية، ولكن بالخلايا السرطانية بنلاقي إنه هذا الكنترول صار فيه مشكلة. هاي المشكلة بتخليه ينقسم زيادة بسرعة و ما عاد تموت الخلية بشكل مبرمج بشكل طبيعي. نعم. لهيك مثل ما حكينا بنسميه بالخلية الخالدة. التغير اللي بيصير، يعني المنظر اللي ممكن نشوفه بغدة بروستات طبيعية إذا فحصناها تحت المجهر حنشوف قنوات محاطة بخلايا، في خلايا حوالي كل قناة باعتبار هي غدة. هي الخلايا بتفرز المادة اللي حكينا عنها اللي وظيفتها تغذي الحيوانات المنوية وتلقي بهي السوائل ضمن الجوف تبع القناة. نعم. وبالتالي كل هالقنوات بتجتمع وبتصب هالسائل اللي حكينا عنه ضمن الإحليل واللي بيغذي النطاف. هاي الخلايا بالشكل الطبيعي بتكون على شكل صف
تكون منتظمة مجاورة لبعضها، النواة تبعها شكلها طبيعي، القنوات بيكون حجمها على المجهر كبير وواضح. ولكن إذا صار في عنا سرطان بروستات حيتغير هذا التركيب كله، حيصير في عنا هي المساحات اللي كنا نشوفها تحت المجهر اللي بتكون واسعة ومنتظمة، بنلاقيها تغير شكلها، صارت صغيرة من كمشة، ونلاقي الخلايا صارت في عدة صفوف عنا وأنوية نوى هي الخلايا بتكون مشوهة. فهون نحن بنقدر نميز تحت المجهر بين ورم بروستات سرطاني أو غدة بروستات سليمة بنية وشكلا، يعني بنية وشكلا فينا. دكتور، الأمور اللي عم تساعد على النشوء ورم البروستات، شو هي العوامل اللي عم تخليه؟ هلا هدول نحن بنسميهم عوامل الخطورة. يعني عوامل الخطورة إذا كان في عندي بعض العوامل موجودة بشخص غير موجودة بشخص آخر، هي العوامل ممكن تزيد خطر إصابة هذا الشخص بالورم، بنسمي هذا العامل عامل خطورة. يعني في شيء معين إذا كان موجود عندي فرضا مو موجود عندك، أنا عندي هذا العامل، عندي عامل خطورة معين. ولكن لازم يضل ببالنا أنه مو وجود عامل خطورة معناته أنا حأنصاب بورم البروستات، ولكن قد يزيد احتمالية إصابتي. يعني أنا فرصة إصابتي أكثر من فرصة إصابة شخص تاني ما عنده عامل الخطورة هاي. شو هن عوامل الخطورة اللي بنلاقيهم بورم البروستات أو سرطان البروستات؟ عوامل الخطورة بالحقيقة أكثر شيء معتمدين على 3 أمور أساسية. معتمدة على العمر تبع الشخص. كل ما كان العمر أكبر كل ما كان خطر إصابته أكثر. لهيك نحن بنلاقي سرطان البروستات موجود بشكل أكبر عند الأشخاص متقدمين بالعمر فوق 60 سنة. وبيقولوا متوسط عمر إصابة الرجال بهذا الكانسر أو السرطان هو بحدود 66 سنة. بينما نادرا ما نشوف، نادر مو غير موجود، ولكن نادر نلاقيه تحت 40 سنة. نعم. هي من أهم عوامل الخطورة تبع كانسر البروستات. زائد في عنا شيء تاني له علاقة بالعرق والجغرافية. يعني العرق فرضا عنا العرق الأسود معرض بشكل أكبر من العرق الأبيض. والسبب شو دكتور؟ الأسباب صراحة لسه ما وصلنا لدراسة نعرف شو هو سبب ارتباط الجنس أو مو ارتباط الجنس، أنا آسف، العرق، يعني العرق بالإصابة بسرطان البروستات. ولكن ما في أي دراسات يعني. ولكن إحصائيات. ولكن الجغرافية كمان إلى دور بخطورة الإصابة بكانسر البروستات. فعلى سبيل المثال بنلاقي فرضا بأمريكا الشمالية في خطورة إصابة بسرطان البروستات أكثر من أمريكا الوسطى والجنوبية، أكثر من آسيا فرضا. إذن آسيا أقل عرضة للإصابة من أمريكا الشمالية على سبيل المثال. ولكن إذا انتقل شخص آسيوي على أمريكا، هذا الشخص الآسيوي عرضة إصابته لسرطان بروستات هي أقل من الأمريكي الموجود. هو آسيوي أمريكي صار صح. ولكن أقل. بس بنفس الوقت وين الطرافة؟ إنه هذا الشخص الآسيوي اللي كان بأمريكا معرض أكثر من الآسيويين اللي بقيوا بآسيا للإصابة بكانسر بروستات. معناته هون الجغرافية في شيء له علاقة بالجغرافية ونمط الحياة، نمط المعيشي. تماما، نمط المعيشي. وهذا بيعطينا صورة كتير واضحة عن موضوع ارتباط نمط الحياة، نمط الغذائي بكانسر البروستات. إذن هدول كمان يعتبروا من عوامل الخطورة. للأسف مو مدروسين بشكل دقيق تماما، ولكن لهلأ صار في عنا بعض الأشياء فينا نقول إنه هدول ممكن تعمل خطورة لكانسر البروستات. تماما. الشيء الثالث اللي حكينا عنه اللي هو من عوامل الخطورة الرئيسية تبع كانسر البروستات هو الجينات، المشاكل الجينية بالأساس. يعني إذا كان في عنا خلل جيني موجود فرضا بالعائلة، هذا الخلل الجيني ممكن يزيد فرصة الإصابة بالبروستات. نفس الشخص اللي من العائلة. إذا كان في عند الشخص أخ مصاب بكانسر البروستات، وخاصة إذا انصاب بعمر صغير أخوه، هذا الشخص معرض أكثر من الإنسان الثاني اللي ما عنده حدا حواليه معه كانسر البروستات. هذا معرض ضعفين. تمام. يعني إذا قلنا الخطورة العامة للإصابة بورم البروستات هي 1 من كل 8 رجال. 1 من كل 8 رجال، نسبة عالية جدا صراحة. لهيك هو يصنف من أعلى الأورام انتشارا عند الرجال بعد سرطان الجلد.
تماما. تمام. لهيك مهم جدا نعرف معلومات منيحة عن كانسر البروستات باعتبار هو شائع جدا عند الرجال. كنا عم نحكي انه 1 من كل 8 رجال خلال فترة حياتهم يصاب بورم البروستات. يعني إذا حطينا الكاميرا على 8 أشخاص من وقت ما خلقوا للوفاة تبعهم، في واحد منهم حينصاب بورم البروستات، وهي نسبة عالية، نسبة عالية جدا. هي النسبة خلت هلأ بأمريكا كل سنة يتشخص 250,000 شخص عنده ورم بروستات. ولكن هي النسبة عالية، ولكن ما كتير بتخوف لعدة أسباب. هي إنه ورم البروستات نسب الوفيات فيه ما كتير بتخوف مثل بعض أورام أخرى. نعم. فعلى سبيل المثال نسب الوفيات عند هال250,000 شخص بتلاقي 30,000 شخص قد يصير معهم وفاة نتيجة سرطان البروستات. هلأ هدول أهم عوامل الخطورة إذا قلنا: الجينات، العرق، والعمر. تماما. كعرق نحن بسوريا نصنف متوسطي الخطورة للإصابة بسرطان البروستات. نعم. دكتور، رح أذكر مستمعينا أي حدا حابب ينضم لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429-101. برنامج صحتك بالدنيا، وضيفنا دكتور آلان خلف، دراسات عليا بطب الأورام والمعالجة الكيميائية. أيضا فيكن يلي برات البلد عبر أي رسالة أي سؤال يخطر على بالكم بما يخص البروستات أو سرطان البروستات أو بما يخص طب الأورام والمعالجة الكيميائية، أكيد رح نكون يعني مسرورين جدا ورح نجاوب على سؤالكم عبر الواتساب 093-82-80-81-4. الأرقام واضحة على الشاشة، أيضا فيكم تسألوا. دكتور آلان، الشيء اللي بيميز سرطان البروستات عن الخباثات الأخرى شو هي؟ هلا مثل ما حكينا، موضوع سرطان البروستات الشيوع هو شيء مميز، انه نحن عنا هو اكثر ورم شائع موجود عند الذكور. هذا الشيء بيميزه شيء تاني صراحة، هو موضوع الخطورة تبعه. سرطان البروستات هو صح تاني أشيع سبب للوفيات عند مرضى السرطان، ولكن هذا يعود لأنه عدد المرضى كتير، مو لأنه الورم بحد ذاته هو من الأورام شديدة الفوعة أو الأورام اللي بتخوف أو بتسبب الوفيات. لأنه في دراسات كتيرة بتحكي أنه إذا شخص معه ورم البروستات احتمالية أنه يتوفى بمشكلة تانية هو أكبر بكتير أنه يتوفى بسبب سرطانه الموجود، سرطان البروستات. فهو مميز بهي القصة. زائد أنه هو ورم قابل، هو من الأورام النادرة جدا اللي قابلة أنه أنت تقدر تراقبها فقط بدون أنه تتدخل بشكل، ما تتدخل فيها يعني ما تعالج، ولكن فقط تراقب بحذر وتشوف هذا الورم عم يتطور أو ما عم يتطور. أيوة. هذا الشيء من خصوصيات ورم سرطان البروستات. ما فينا مثلا نحن نشوف سرطان بنكرياس ونقعد نتفرج عليه فرق. تماما. أو ورم رئة ونقعد نتفرج عليه يعني مثلا. تماما بالضبط. سرطان البروستات باعتبار هو بطيء أغلب الأحيان، طبعا في أشكال منه بتكون شديدة الفوعة وشرسة وبتغزو بسرعة، ولكن أغلب الحالات اللي بنشوفها فيها تكون بمراحل مو متقدمة. لهيك هدول المرضى اللي نحن بنقول عنهم منخفضي الخطورة، اللي عندهم لو ريسك، ما عندهم عوامل خطورة عالية، هدول المرضى في جزء منهم ممكن طبيبهم يخبرون الأخصائي المسؤول عن علاجهم، يخبرون إنه نحن أوكي في عنا كانسر بروستات، ولكن أنا رأيي الطبي إنه فرضا نراقب هذا الورم، ولكن مراقبة اسمها مراقبة حثيثة ومراقبة فعالة اسمها active surveillance. هي شغلة موجودة بس بسرطان البروستات. كيف هاي دكتور لو نشرحها للمستمعين؟ يعني انه هلا دائما اي مرض بيتشخص، اي كتلة او اذا جاز التعبير يعني، فدائما الطبيب بيخطر على باله انه، او المريض بيخطر على باله انه الطبيب راح ياخذ خزعة او يعمل عمل جراحي. المستمع هلا عم يسمع انه ترى كيف المراقبه الحثيثه مثل ما ذكرتوا. تمام. هلا انا خايف يتاخذ حكي بطريقه مو واضحه، لانه صراحه انا حابين يستفيدوا المستمعين. يعني الموضوع مو هو انه كل ورم بروستات لازم نحن بس نتفرج يعني نراقبه تماما بهي. هي الحالة عم نقول من مميزات ورم البروستات انه في حالات، في بعض الحالات في بعض مرضى سرطان البروستات هدول اذا كانوا منخفضي الخطورة
ما في مشكلة إذا هدول ضلوا على المراقبة طبعا بإشراف طبي، مو إنه المريض منه من حاله يقول أنا منخفض الخطورة ما حأتعالج، لا. هذا الحكي حيتم بمناقشة بينه وبين الأخصائي المسؤول عن معالجته. وطبعا المراقبة هي مراقبة فعالة تدعى، المراقبة الفعالة هي المراقبة اللي مفروض فرضا كل 6 شهور نحن نعمل تحاليل معينة، نعمل صور معينة مع علاج دكتور، مع علاج دوائي أو بهي الحالة الخاصة اللي عم نحكي فيها هي ما بدها علاج دوائي. حلو. ولكن أغلب أورام البروستات بحاجة لمعالجة أكيد. تمام. ولكن هي من خصوصيات ورم البروستات انه في حالات فيه نحن ممكن نكتفي بالمراقبه الفعاله، مبشرات هي يعني بالضبط. هي مشان تماما الجمهور ما كمان هيك يرتعب من ورم البروستات، يسأل يعرف يتم تشخيصه بشكل جيد، يكون تشخيصه واضح، عرفانين هو وين على هذا على الجدول تبعنا، وعلى اساسه بتتحدد خطه المعالجه تبعها. ومثل ما حكينا من خطة المعالجة أحيانا في بعض المرضى نحن بنكتفي فقط بالمراقبة. تماما. إذا المرضى الأعزاء والمستمعين دائما بناخذ بنصيحة الأطباء. الطبيب هو يعني السيد الموقف، هو اللي بيقرر أنه هالمرض الفلاني أو الحالة الفلانية بحاجة لتدخل جراحي، ما أنا بحاجة لعلاج، بحاجة لعلاج دوائي. دائما أنه عبر منبر بوير هالثقافة والتوعية هاي حابين دائما ننشرها، أنه طبيبك أو طبيبك هو اللي بيقرر الحالة الدواء الفلاني أو التدخل الجراحي. مستمرين معكم مستمعينا ومتابعينا يلي اللي عم يسمعونا عبر البث المباشر على الموجة 103.5 على الموجة FM، والبث المباشر يلي قاطنين برات البلد سلاماتنا لكم. موضوعنا اليوم عن سرطان البروستات. نسبة مثل ما ذكرت الدكتور هي نسبة عالية، ولكن يعني ما بتخوف لهالدرجة هاي، بس بيضل موضوعنا وموضوع النقاش. دكتور دائما نحكي عن موضوع التشخيص كورم بروستات، أو إذا صح التعبير أو ما خابني التعبير سرطان البروستات. يا ترى كيف أنتم بتشخصوها عبر الإجراءات التشخيصية؟ شو هي؟ تمام. هلا كيف بنشخص ورم بروستات؟ امتى بقول هذا الشخص معه سرطان بروستات؟ التشخيص في له عدة معايير. أهم المعايير للتشخيص هي الفحص السريري قبل كل شيء. نعم. المريض ينفحص، ينعرف إنه هذا الشخص في احتمالية إصابته بسرطان بروستات عن طريق الفحص. هذا شيء أساسي، وهلأ حنفصل فيه شوي بالموضوع الفحص تبع مريض البروستات. زائد في تحاليل مخبرية، تحليل دم عادي بيسموه تحليل مصل، بيتعاير فيه، يعني بينحسب فيه، بينعمل التحليل على الدم، وبيتعاير فيه شيء اسمه ال PSA أو البروستات سبيسيفيك أنتيجين، اللي هو المستضد النوعي للبروستات، وهو هذا هو بروتين بينتجه البروستات. البروستات بتنتج هالبروتين وبتلقي فيه بالدم، فنحن عن طريق الدم فينا نعرف قديش مستوى هالبروتين. حلو. قديش البروستات عم تنتج من هالبروتين، مؤشر لشيء يعني. إذن هو بنسميه واسم نوعي لسرطان البروستات. هلا هذا كمان بدنا نحكي فيه بشوي من التفصيل، مثل ما بدنا نحكي عن موضوع الفحص تبع مريض البروستات. زائد الشيء اللي هو الأهم اللي بيقول أنا هذا الشخص معه كانسر بروستات أو سرطان بروستات، الشيء الأساس هو الخزعة. الخزعة هي إنه نحن ناخد قطعة صغيرة من البروستات عن طريق شيء اسمه تروكات أو كور بايوبسي، منظار. بالضبط، هي مثل منظار عن طريق الشرج، فيه إيكو مصغر براسه، زائد في جهاز يسمى الخازع، إبرة صغيرة تأخذ عدة قطع صغيرة وتنفحص تحت المجهر. هذا اسمه بتنفحص عند طبيب مشرح مرضي، بيشوف هل الخزعات اللي أخذناها تحت المجهر، بيطلع على منظر الخلايا تبع البروستات. إذا شاف الشيء اللي حكينا عنه بأول الحلقة، أنه إذا كان في تشوه بشكل النواة أو تشوه بشكل الخلايا أو ترابط الخلايا، هاي القصص كلها ممكن توجهه يخبرنا أنه هون في عنا سرطان بروستات. هون بينحط التشخيص النهائي والأكيد. بس التشريح المرضي أو الفحص النسيجي أو تحت المجهر بيّن أنه الخلايا مصابة بسرطان البروستات، هون بنقول المريض على الأكيد مصاب بسرطان البروستات، وهذا بيكون تشخيص نهائي له. دكتور، إنه من شوي ذكرتوا إنه رح نشرح
كيفية الفحص السريري، يا ترى الغدة أو موجودة بجوف البطن يعني، أو إذا كيف أنتم بفحص سريري عم تفحصوها؟ تمام. هلا الفحص السريري على سبيل المثال كان في شخص انعمل له هذا التحليل تبع الواسم بشكل دوري، صار عمره فرضا فوق 40 سنة، نصحه طبيبه انه يعمل هذا التحليل تبع البروتين المصدد النوعي للبروستات، وعلى سبيل المثال طلع عنده عالي. فهذا طبيبه ممكن يقول له انه نحن بدنا نعمل فحص سريري للغدة نفسها، حنجس الغدة، ولكن جس الغدة ما حيكون عن طريق فحص البطن، نعم، حيكون عن طريق الوصول للغدة نفسها. ومثل ما حكينا الغدة هي مكانها تحت المثانة وأمام المستقيم. فالفحص بيتم عن طريق إصبع طبيب الفاحص عن طريق فتحة الشرج، بيجس الوجه الخلفي للبروستات. تمام، من الخلف. تمام، بيجس غدة البروستات من الخلف. إذا حس أي تغير بغدة البروستات، طبعا غدة البروستات الطبيعية لها قوام متجانس مطاطي، فالواحد بيعرف غدة البروستات طبيعية من غدة البروستات مصابة بكتلة معينة، كتلة قاسية فرضا، حس إنه في تغير تماما تغير بالبروستات، هون ممكن يزيد الشك. إذن كان التحليل تبعه عالي فرضا، شكينا، عملنا فحص، زاد الشك، وقتها بنقول إنه لازم ناخد خزعة لحتى نتأكد 100% إنه في سرطان بروستات. تمام. فهدول هن وسائل الفحص السريري تبع ورم البروستات، له خصوصيته، بيتسمى المس الشرجي او الفحص الاصبعي للبروستات او DRA اللي هو. تماما. رح ناخذ فاصل صغير دكتور آلان، وبنرجع بعد شوي. مستمعينا خلوكم معنا، ضيفنا دكتور آلان خلف، دراسات عليا بطب الأورام والمعالجة الكيميائية. خلوكم معنا بعد الفاصل الصغير. أهلا وسهلا فيكم مجددا مستمعينا ومتابعينا، متابعي إذاعة بوير FM، برنامج صحتك بالدنيا عبر البث المباشر على الموجة 103.5، وأيضا متابعينا عبر السوشيال ميديا بوير عربي وراديو بوير عبر البث المباشر على صفحة الإذاعة. ضيفنا دكتور آلان خلف، دراسات عليا بطب الأورام والمعالجة الكيميائية. عم نحكي عن سرطان البروستات، ووصلنا ل نقاط مهمة كتير، ونتمنى اليوم اللي راح يكونوا مستفيدين من الحلقة هن فئة الرجال. طبعا نتمنى للجميع السلامة والصحة. دكتور، من شوي ضمن سياق حديثكم ذكرتوا انه بالفحص السريري بالجس عبر الشرج بتجسوا غدة البروستات. يا ترى الجس بيكون كامل الكتلة، قوام الكتلة كاملة ولا لا؟ تمام. هلا الفحص الإصبعي للبروستات هو عمليا باعتبار الإصبع بتكون بالمستقيم، فهي الإصبع بتقدر تفحص الوجه الخلفي من الغدة. ما بنقدر نفحص الوجه الأمامي.
تمام. إذا نحن بنفحص الغدة من الخلف بنشوف إذا في أي تنشؤات أو كتل أو أي شيء غير طبيعي، ولكن الوجه الأمامي ما بينفحص بالإصبع. قد يحتاج إلى طرق تصوير أخرى بيدخل بهالموضوع، تصوير المرنان المغناطيسي، تصوير طبقي محوري، هدول القصص كمان أحيانا كتير بتساعد بموضوع التشخيص. ولكن لحسن الحظ الأورام أكثر ما تكون شائعة بتكون بالوجه الخلفي من الغدة. يعني هي الطبيعة تكرمت علينا سبحان الله تماما، انه نحن الاورام بتنشأ الغالبية العظمى تبعها على الوجه الخلفي، نادرين الاورام اللي بتكون على الوجه الامامي. فهذا بيسهل على الطبيب موضوع تحديد انه هذا الشخص بده مراقبة، بده استكمال دراسة او استكمال تشخيص. هي النقطة، نحن ما بنفحص كل غدة البروستات، بنفحص الوجه الخلفي من الغدة فقط. تماما. الدكتور ضمن سياق حديثكم أيضا ذكرتوا موضوع الفحص أو اختبار PSA وضرورته لتشخيص البروستات في حال كان مرتفع. يعني يا ترى هل هناك أسباب أخرى لارتفاع هذا الواسم أم أنه يرتفع فقط في حال وجود ورم خبيث في البروستات أم لا؟ تمام. هلا PSA هو مثل ما حكينا بروتين بيفرزه البروستات، بتفرزه البروستات وبيلقي فيه بالدم. فنحن بنقدر نعاير نعرف قديش موجود بالدم. في له أرقام محددة، يعني فرضا على سبيل المثال أشخاص الطبيعيين نحن بنلاقي قيمة هذا الواسم عندهم أقل من 4 نانوغرام بكل ميلي. هاي القيمة بنلاقيها عند أغلب الأشخاص الطبيعيين. إذا ارتفع PSA أو هذا الواسم اللي عم نحكي عنه، إذا ارتفع عن هاي القيمة بتزيد خطورة، بيزيد احتمال أنه هذا الشخص مصاب بسرطان البروستات. بس مو معناته أنه إذا كان أكتر من 4 فالشخص عنده ورم بروستات. يعني أنا ما بدي حدا يفكر فرضاً طلع عنده PSA 6 فرضاً يروح يخاف ما أنا عندي أكتر من 4 أنا مصاب بورم بروستات. لا، لأنه في كتير أسباب تانية بترفع PSA، بترفع هذا الواسم اللي عم نحكي عنه غير سرطان البروستات. تمام. لهيك بنقول انه هو بيساعد بالتشخيص ولكن ما بيشخص، ما بيأكد، بيساعدنا، بيوجهنا، بيقول انه انتبه ممكن لازم بدك دراسة اكثر، بدك تشوف، بدك تعرف. على هالاساس نحن اذا كان PSA عالي بنقول اذا كان فرضا بين 4 و10 احتمال انه هذا الشخص معه ورم بروستات هو 25%، بينما اذا كان اكثر من 10 الاحتمال هو 50%. يعني اذا عندي 100 شخص كلياتهم عندهم PSA هذا التحليل فرضا بين 4 و10، بنقول 25 واحد منهم بعد ما ندرسهم حيطلعوا معهم ورم بروستات. بينما إذا كان أكثر من 10 بنقول نص الأشخاص اللي عندهم بروستات PSA هذا عفوا أكثر من 10، نص الأشخاص حيطلعوا مصابين بورم البروستات إذا كملنا تشخيصهم. تماما. دكتور، يا ترى هل هناك عوامل تؤدي لانخفاض هذا الواسم؟ تمام. هلا العوامل اللي تؤدي لانخفاض الواسم هي بصراحة عوامل لها علاقة بالأدوية. نحن أنا عذرا ما حكيت عن موضوع العوامل اللي بترفع الواسم. شو هن الأشياء؟ نحن حكينا إنه ممكن يرتفع الواسم وما يكون في ورم بروستات. هلا أهم الشغلات اللي ممكن ترفع لي PSA أو ترفع هذا الواسم بدون ما يكون في سرطان، في أسباب كتيرة. فرضاً التهاب البروستات العادي، التنتان البروستات أو التهاب البروستات، هذا ممكن يرفع لي PSA ويكون الشخص ما مصاب بسرطان بروستات ولكن عنده التهاب بروستات. في مرض جدا شائع عند الكبار بالعمر اسمه فرط تنسج غدة البروستات الحميد. يعني تكبر غدة البروستات كتير، بنلاقي ناس من معارفنا من أقاربنا كبار بالعمر بيقول لك عندي تقطيش بالبول، في عندي مشاكل، آخر شيء بالضبط. هي القصص كلها بيعمل فحوصات بيطلع في عنده شيء اسمه فرط تنسج غدة بروستات حميد، وهو شيء ما سرطاني، هو شيء حميد ولكن تضخم بالعامية، بيقولوا تضخم بروستات بالعامية، إنه غدة البروستات صار حجمها كبير، صار تضغط على الإحليل، صار في مشاكل بالتبول فرضا. هي حالة حميدة ولكن ممكن ترفع PSA اللي حكينا عنه. في حالات تانية ممكن ترفع PSA بدون وجود سرطان. على سبيل المثال بيقولوا ركوب الدراجة فرضا. ركوب الدراجة ليش؟ لأنه أي رض عم يصير على البروستات ممكن يرفع إفراز هاي الغدة PSA أو هذا البروتين النوعي. تمام.
ال ال القذف فرضا بعد ممارسة الجنس كمان ممكن يرفع البي اس اي، لانه مثل ما قلنا غدة البروستات بتشتغل اكثر شيء وقت القذف مشان تعطي السوائل. فوقت القذف بتشتغل غدة البروستات وممكن يرتفع هذا الواسم بعد هالقصة. هلا الاشياء اللي ممكن تنزل البي اس اي، الاشياء اللي ممكن تنزل البي اس اي هي صراحة بعض الادوية اللي بنستخدمها مشان ضخامة البروستات العادية. يعني فرضا شخص عنده تضخم بروستات، في بعض الأدوية بتساعد بتساعد الإحليل لحتى يطرح البول بشكل طبيعي. يعني بتشتغل على غدة البروستات نفسها. هي الأدوية بنذكر منها فيناسترايد مثلا، داتاسترايد، هدول الأدوية إذا كان المريض عم ياخدهم، هاي الأدوية مو بس بتصغر حجم البروستات وبتخفف الأعراض تبع هدول الأشخاص الكبار بالعمر اللي عندهم هالضخامة العادية بالبروستات، بنفس الوقت بتنزل البي اس اي. فأنا فرضا مريض عم ياخد هذا الدواء، أنا لازم أكون متأكد إنه هذا الشخص شو عم ياخد أدوية، لأعرف ممكن عم ياخد هالدواء ومنزل البي اس اي، فالرقم الموجود عندي هو رقم خاطئ. أنا حأضرب باثنين ورقم بالضبط. هو عم ياخد دواء، الدواء نزل البي اس اي، ولكن ارتفاع البي اس اي ما حيبين معي وقتها لانه عم ياخذ دواء بينزل بي اس اي. فهون لازم نسال يعني. بالضبط لازم نسال المريض انه هو شو عم ياخذ ادويه. تمام لانه في ادويه ممكن تنزل البي اس اي. الحقيقه اسئلتنا كثير يا دكتور، والوقت يعني صار معنا قليل، لكن رح نمشي بالموضوع وأسئلتنا. دكتور لو تحكونا عن سرعة نمو سرطان البروستات وتطوره. تمام. هلأ تختلف باختلاف الشكل النسيجي للورم، ولكن الأنماط الأشيع منه هي أنماط صراحة سرعة نمو كتير كتير بطيئة. تماما. هي كمان تضاف الى الميزات يعني. بالضبط. هي من الخصائص الفريده لورم البروستات، انه ممكن تلاقي شخص عنده من 10 سنين ورم بروستات ومو متعالج حتى تماما، اي ولا ما في مشاكل تماما. فهو صراحه سرعه تطوره بالانماط الاشياء الموجوده اكثر بنلاقي سرعه تطوره بطيئه، وهذا ما بينفي انه في انواع من سرطان البروستات سريعه جدا تكون بالانتشار، ولكن الشكل الاشياء هو انه بطيء بالتطور والانتشار. تماما. دكتور امتى لازم الواحد يعمل الفحص البي اس اي اللي ذكرته، ويا ترى في ضرورة للمسح الدوري؟ تمام. هلا كتير نزلت دراسات وكتير نزلت توصيات وشالوا توصيات وحطوا توصيات، اخر شيء وصلوا لقناعة انه موضوع المسح الدوري للبروستات ما نو شيء ضروري الا بحالات خاصة. يعني هلا حرفيا صار ما لازم تعمل بي اس اي انت هيك كل سنه مثل ما السيدات مثلا في دواعي يعني بالضبط في دواعي. السيدات فرضا كل سنه من 40 ل 44 سنه لازم يعملوا فحص دوري للثدي. بالضبط. مين ما كانت شو ما كان عندها، حتى اذا ما عندها اي عرض لازم كل سنه بين ال 40 وال 44 سنه تعمل ماموجرام للثدي. نعم. بس الرجال في بعض الدراسات حكت انه لازم يعملوا فرضا بعد عمر ال 45 سنه فرضا يعملوا، في دراسات قالت لا بعد ال 50 سنه لازم يعملوا. اخر شيء توصلوا انه خلص نحن ما في داعي نعمل فحص بروستات دوري الا لفئه معينه من الاشخاص، لازم طبيبك يقول لك انت لازم كل سنه تعمل بي اس اي لحتى تعمله. اكيد. وهي بتخضع لكتير دراسة، لازم المريض يكون معروف كل شيء عنه، تفاصيل كتير دقيقة لحتى انت تعرف بالضبط انه هل في خطورة، هل عمره صغير، أيوة. هل في حدا من اقاربه مصاب. هي تمام. هي كلها بتقول انه هذا الشخص عنده خطورة كبيرة لإصابة وعمره المتوقع هو أكثر من 10 سنين. هون في داعي لحتى نحن نمسحه كل سنة نعمل له فحص البي اس اي. دكتور الحقيقة الموضوع شيق كتير، ولكن الزملاء بالكنترول انه في عنا اخبار على رأس الساعة، على امل انه بالحلقات القادمة نحكي عن هذا الموضوع او مواضيع اخرى بشكل موسع اكثر، واحيانا الوقت بيداهمنا. الموضوع كان شيق كتير ومعلومات مهمة وجدا رائعة. بنشكركم على الاستضافة الحلوة دكتور آلان خلف. شكرا كثير لكم. حقيقة بنتمنى انه الكل يكونوا استفادوا من هالمعلومات القيمة، وعلى امل نلقاكم بحلقات اخرى ومواضيع اخرى مع الدكتور آلان، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. خلوكم معنا. طبعا رح نروح على الكنترول لنشرة الاخبار. نلقاكم الاسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.